اصحى يا نايم اصحى وحد الدايم، وقلنا ويب بكره نحيط الشهر الصايم الفجر قايم، اصحى يا نايم وحد الرزاق، رمضان كريم. المسحراتي يعني هو عبارة عن فن القومة في العصر المملوكي، ان كان عندهم 7 فنون. فالقومة يعني قوموا للسحور، القومة يعني قوموا للسحور، وكان بيعملها واحد اسمه نقطة، حتى عرفت كلمة نقطة والفلوس وكده، ابن نقطة يعني. فده أيام السلطان محمد الناصر. وبعدين لما مات نقطة ده ابنه طلع يعني قال له: يا سيد السادات، لك في الكرم عادات، أنا ابن نقطة، أنت تعيش وأبي مات. فكان بيجيب طبلة عبارة عن جلد معيز، ويضرب عليها 3 ضربات وينشد عليها يعني. الطبلة دي اسمها البازة، يعني زي دايرة صغيرة ولها يعني إطار من الفخار، وبيضرب عليها 3 دقات. ليه مش 4؟ لو 4 يبقى نغمة كاملة، في علم الموسيقى تبقى نغمة كاملة، لكن 3 يبقى مسحراتي منقراتي في البلاد دوار، وهكذا ينقر يعني تنقير ده عشان الناس تصحى الاستيقاظ. فيسموه فن، احنا بنقوم السحور فسموه فن القومة نفسها. لان في العصر المملوكي ظهر كتير جدا، فنون كتيره جدا، وده عصر بالحقيقه ان هو مفترى عليه يعني. في فنون كتيره جدا، في الدوبيت وفي الموال. وكلمه موال يعني الموليه، يعني يولول على ايامه اللي فاتت. ده ظهر في العصر العباسي مع آل برمك. وآل برمك لما الجاريه حزنت على البرامكه هيسيبوا الدوله ويسيبوا الحكم، بقت تقول: ومواليه أين العز بعد الفرس يا موالية، وهكذا. فأصبح فيه فن الموال. كان بيلف على البيوت، يعني كان بتطوره يعني، كان بيلف على البيوت. هو راجل يكون كبير في السن وبيضرب بينقر على الطبلة، وعارف كل بيت في الحارة الشعبية، ويصحي حج فلان وعم فلان. في نوع من الألفة في الحارة المصرية. الحارة المصرية تنسجم مع بعضها البعض، لا فرق بين ده وده وده. كل ده حالة شعرية وحالة فنية كبيرة جدا. قدر الشعب المصري لوحده هو يعمل ده من غير ما حد يملى عليه شيء. فالفن أبو الحاجة. طول ما الإنسان في حال له حاجة فبيعمل شعر وبيعمل غناء، وكل مناسبة وكل وقت له مناسبة معينة. يعني آخر الليل فكان بيغنوا الموشحات، يعني قرب السحور بقى كده وخلاص، ويتنسموا يعني، وياكلوا الحلويات وينشدوا الأناشيد. فجت دي اسمها ليالي رمضانية كبيرة جدا. طبعا المسحراتي انتشرت بقى في بعض الدول العربية، بس المسحراتي هو هنا في مصر، في شارع المعز، في الجمالية. كل البيئة الجميلة دي المملوكية كان كل بيدخل في الحارات والحوانيت والأزقة، والناس تفرح إن موجود رمضان يظهر في نهاية شعبان وبداية رمضان. وبعدين يبدأ بقى يقول رمضان بكرة، فالناس تصحى ولها طقوس معينة. المسحراتي كان بيتحاسب ملوش حساب معين، يعني حسب ما يجود به كل بيت. يعني ممكن طبق حلوى، ممكن فلوس، ممكن طعام السحور له. يعني هو الحارة الشعبية مكلفة انها توكله في الفطار وتسحره في السحور، وتقول له يعني كتر خيرك في ده. ودي بداية الأطفال الصغيرين كانوا بينتظروه كل وقت، يعني نهاية بعد الساعة 12 كده ينتظروا المسحرات وبيلفوا حواليه. وهنا بيحملوا مسؤولية الصحيان: روح يا محمد خبط على عمك فلان، اصحى يا كذا. فالناس تصحى وهي فرحانة جدا ان المسحراتي اما، لدرجة انهم ظبطوا ميعادهم على وعود المسحراتي، لو ما عداش ممكن يروح عليهم نومة. وهو لا، مستيقظ حتى رمضان كله، وكان فرحان جدا وسعيد، حتى لو ما خدش فلوس من الناس هو سعيد جدا بالناس انها مرتبطه بيه ارتباط كلي وجزئي.
شخصية المسحراتي ظهرت مع ابنه نقطة، وهي كلمة النقطة بنزود النقطة ده عشان هي كلمة جاية، الكلمة دي جاية من كلمة نقطة بنقطه يعني. إن شخصية معينة بيكون راجل كبير في السن، حافظ القرآن إلى حد ما، مداوم على المسجد، إن الناس بتصحيه، ثقة إن الناس تصحيه مش أي حد وخلاص، لكن ذات صوت رخيم، صوت عذب، ينشد كويس، يقول، ممكن يقول موال، ممكن يعمل عملية سخرية، اصحى يا فلان يا كذا يا كذا، فالناس تصحى وتقول كذا، أو يطلع أفكار معينة. وهنا الحالة بقى، حالة المنشد أو المسحراتي هي اللي بتستدعي كل هذه الأشياء علشان يقدر يكون عنده كلمات، وكل يوم يغير، يعني مش شرط نسيج معين من الشعر والإنشاد، لا، كل يوم يغير على حسب الحالة. ودي طبيعة المنشد الشعبي أو المسحراتي الجميل، ليس له نص ثابت. لكن بعد شفنا بقى سيد مكاوي وفؤاد حداد. مسحراتي من قراتي بإيدي نقرة واتنين بقلبي أنده ولبي يا مشربية، سرحت بيا والليل سرح بي. كل يوم يقول حاجة معينة تمس الناس، ليس كلاما جزافا، ولكن كلام حكم موجود أو منسوج بطريقة معينة. فوت يا زمن على مهلك، سلم على أهلك، سبح بحمد العليم، على ضاعي صوت الشيخ محمد رفعت، بيقرا في الذكر الحكيم. الدنيا فجر مجاور السيدة، والمغربية هلالي ألف هلال، الشوق غني والجنة للمظاليم، اصحى يا نايم واحد رزاق.